سنة 1940 المخابرات البريطانية كانت بتحاول تبني شبكة جواسيس جوه ألمانيا النازية. لو فكروا بطريقة الأريز بتاعة الدرس اللي فات، كانوا هيخلوا الجواسيس كلهم يسكنوا في عمارة واحدة لازقين جنب بعض. يعني لو الجستابو النازي قبض على أول جاسوس في العمارة، هيلم العمارة كلها والشبكة تسقط في 3 ثواني. غباء طبعاً. المخابرات عملت حاجة أذكى بكتير، سكنت جاسوس في ميونخ والتاني في برلين والتالت في هامبورغ. طيب إزاي بيتواصلوا؟ الجاسوس الأول معاه ورقة سرية مكتوب فيها عنوان الجاسوس التاني، والتاني معاه عنوان التالت، والتالت معاه عنوان الرابع، بحيث لو الشبكة دي احتاجت جاسوس جديد مش هينقلوا كل الجواسيس من بيوتهم، مجرد هيدوا الجاسوس القديم عنوان التعيين الجديد. إنجلترا ما كانتش بتعمل شبكة جواسيس، إنجلترا كانت بتطبق اللينكد ليستس، القوائم المترابطة. قبل ما اختراع الكمبيوتر نفسه ينتشر، العلماء لما لقوا قرف الريز العظيم في عملية الحشر وإنها بتزحزح البيانات كلها عشان عنصر واحد، اخترعوا linked lists. النود دي يا عزيزي متقسمة نصين: 1 النص الأساسي، الداتا، البيانات اللي انت شايلها. 2 النص التاني، السحري، بوينتر أو البوصلة. دي حتة حديدة مكتوب عليها عنوان نود اللي بعدها بالضبط، ما بيحفظش غير حاجة واحدة بس: عنوان أول جاسوس اللي بنسميه الهيد. انت بتمسك الهيد وهو بيسلمك للي بعده واللي بعده للي بعده، لحد ما تلاقي جاسوس البوصلة بتاعته بتشاور على الهوا، بتشاور على حاجة اسمها نل. هنا بس تعرف إن القائمة خلصت الحمد لله. عارف ليه عملنا الفيلم ده كله؟ عشان اللحظة دي، الانسيرت. لو عندك طابور جواسيس طويل ومعاك جاسوس جديد طازة عاوز تخليه هو الريس، الهد، هتعمل إيه؟ هل هتغير عناوين الشبكة كلها وتعمل زحزحة زي الأريز الغبية؟ إطلاقاً. أنت بس هترمي الجاسوس الجديد في أي بيت وتقوله: خد يا حبيبي الورقة دي المكتوب فيها عنوان الهد القديم، روح راقبه. بس خلاص، عملت insert في أول الليست في تكة، في عملية رياضية عبقرية بتاخد وقت وواحد. بس مفيش حلاوة من غير نار. الجواسيس دول غلبونا معاهم في حاجة تانية. المدير العام لو حب يكلم الجاسوس رقم 50 هيعرف يروح له على طول. الأري كانت بتجيبه بضربة رياضية أو 1 في ثانية، لكن اللينك ليست ما فيهاش إندكسز. المدير العام لازم يروح يكلم الجاسوس الأول، والأول يسلمه للتاني، والتاني للتالت. طابور الصباح، رحلة عذاب وشحططة تكلفتها قولد N عشان بس نقرأ بيانات. الخلاصة يا عزيزي، عشان ما تدخش بتعمل ليست اليوزرز هيشوفوها ومفيش تغيير فيها كتير وبس عاوز تقرأ منها، استخدم arrays. بتعمل بلاي ليست أو سيستم، طابور مليان إضافات وحذف اللحظات باستمرار. اللينك ليستس هتنقذ البروسيسور بتاعك من الاحتراق. إحنا بكده فهمنا إزاي الكمبيوتر بيخزن بياناته جوه الرامة. هنبدأ المرة الجاية نتكلم عن الاستراتيجيات بقى، التفكير نفسه، طريقة فرقة سد اللي هنستعملها في الكورس كله. بالعادة المنتورشيب بتكون مجرد سيشن واحدة، شخص يدخل معك من نص ساعة إلى ساعة، يعطيك رود ماب تمشي عليها تكون مخصصة لك. لكن فعليا الطالب يحتاج أكثر من كذا، يحتاج أحد يمشي معه خطوة بخطوة.
بس يتعلم تكنولوجيا مثل رياكت أو نيكست جي اس، لازم كمان يفهم كمبيوتر ساينس ويربطها بالتقنيات هذه عشان ما يصير سهل استبداله بالاي اي. يتعلم ديزاين باترنز وسوليد برنسبلز وقواعد البيانات داتابيس وكمان النتوركس، لأن الهدف مو إنك تكون مجرد مبرمج كوبي بيست أو كل شغلك إنك ترسل كلمة بروسيس لكيرسر أو أنتي جرافيتي. إذا مهتم أرسل لنا رسالة بكلمة منتورشيب وبنعطيك كل التفاصيل.